لفك التسلسل الجيني البشري The Human Genome Sequence، المشروع العلمي الدولي المشترك اللي كان هدفه فهم ورسم كامل للجينات البشرية واللي تسمى مع بعض جينوم. المشروع هذا استغرق أخذ من العالم 13 سنة من بداية عام 1990 إلى 2003 وسنتين تحت التارجت اللي كان عندهم اللي هو كان 2005. التكلفة الإجمالية لهذا المشروع كانت 3 مليار دولار. اليوم الموضوع ياخذ 24 ساعة وبتكلفة $1000. هذه هي عملية التقاء التقنية المتسارعة ببعضها البعض The Convergence of Exponential Technology. عالم البزنس عالم مثير متغير وله جوانب كثير، ولأني بصراحة طفشت من التكرار والفلسفة والمثاليات الغير مفيدة، أدور الدروس والمفاهيم الجديدة والعبر من القديمة وتأثيرها على حياتنا. أقابل المفيدين فقط بغض النظر عن شهرتهم. بودكاست عالمي بنكهة محلية، وأهم شيء عملي وعربي. يا هلا وسهلا بالجميع في بودكاست نتكلم بزنس مع ممدوح الردادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العالم اللي نعيش فيه مر عليه 3 ثورات صناعية. 3 ثورات صناعية. فيرجن 1 اللي هي الأولى، الثورة الصناعية الأولى، كانت في أوائل عام 1800 وأواخر 1700، وكان عنوانها أو أهم حاجة فيها الفحم، القوة الناتجة من البخار والمياه. الناس تركت مزارعها والقرى وتوجهت للعمل في المدن. الثورة الثانية فيرجن 2.0، الثورة الصناعية الثانية، كانت أواخر عام 1800 ميلادي وبداية 1900، وعنوانها كان الكهرباء واختراعها والماكينة الاحتراقية الكمبستشن تشامبر انجن حقت السيارات والآلات، وطبعا ظهور السيارات وخط الإنتاج واستخدام مهول للحديد والبتروليات، وأصبح بالإمكان التوسع في المدن والبلدان. الثورة الثالثة كانت كلها كمبيوترز وترانزستورز والروبوتس حق المصانع الآلية اللي هي ميكنة الأعمال الأوتوميشن، ونقدر نقول بدأت من عام 1950 حتى اليوم. ولا ننسى الإنترنت والاتصالات اللي فتحت الأبواب للجلوبلايزيشن أو العولمة. هذه فيرجن 0.40 اللي داخلين عليها، اللي هي الثورة الرابعة، سايبر ريفولوشن، واللي راح تودينا لعالم يسموه السينجولاريتي. هذا الهدف حق العلماء الآن. الكلمة هذه راح تسمعوها كثير، سينجولاريتي بالعربي. أبسط حاجة ممكن أقولها الثورة التقنية، ويسموها السبرانية أو السايبر عشان نبسط الأمور، هي التقنية المتسارعة. طيب، قبل ما نكمل أو ندخل في هذا البودكاست اللي حيكون أعمق من اللي سبقه، في بعض الأمور لازم أوضحها للمستمعين الكرام. أول حاجة، لا زال هذا بودكاست مختص في البزنس. ثاني الأمور اللي هي مختصة بالأولى، إنه حتى ما ينزعج المستمع مني كل بعد فترة يسمعوني أقول نبطل تقليد ونبتعد عن المحيط الأحمر ونروح للمحيط الأزرق اللي فيه الخير. وجب التوضيح إنه اللي إحنا قادمين عليه في العالم حاجة حتغير كل شيء وتغير اللعبة، وبدون مزح ولا شغل هوليوود ولا إلى آخره. يعني في تغيير. بعد الانتهاء من ال4 حلقات المختصة راح أتناول مواضيع مهمة زي كيف نتصرف، إيش البزنس اللي ينفع، كيف أطور عملي القائم، وغيرها من الأمور. وإن شاء الله راح أستضيف نخبة من كبار المفكرين والرياديين والعلماء والأطباء، كل نجم في سماء، ونستفيد منهم.
5، زي ما قلت الموضوع دسم وعميق ومتشعب، وراح أحاول قد ما أقدر إني أنا أبسطه لأبعد درجة وأربط بين المجالات، يعني أربط مش أربط، أربط بين المجالات قدر المستطاع. نقول بسم الله. عبارة singularity اللي قلتها في البداية لو سمعتوها بكل بساطة هي الوصول لطاقة خيالية حسابية تحليلية بواسطة كمبيوتر يستطيع القيام بتقريبا، مستعدين للرقم، 300 تريليون عملية حسابية تحليلية في الثانية. تريليون. والشخص اللي شغال ورا الموضوع هذا اسمه السيد راي كيرزويل. دائما اسمه مرة كيرزويل. هذا الرجال اشتغل في جوجل، وهو المسؤول عن الأمور التقنية اللي عندهم، كبير مهندسي الشركة. ويتوقع الوصول لهذا أو هذا الشيء اللي هو السنجولاريتي أو النقطة اللي ما نقدر نعرف إيش ممكن نتوقع من الكمبيوتر من ضخامته وعمق المسألة، عام 2045. هذا التاريخ مرة مهم عند العلماء حسب ما هم شايفين من الإكسبوننشال جروث اللي حاصل في التقنية في العالم. هذا الموضوع بحد ذاته يعني مواضيع في بعضها، ولكن داخلها مواضيع نقدر نغطيها في البودكاست ونتكلم عنها وأهميتها في تقدم البشرية لل20 سنة القادمة. ليش قلت إنه موضوع السنجولاريتي كومبيوتينج كبير؟ لكم أن تتخيلوا مثلا إنه عندنا 10,000 حامل دكتوراه من خيرة العقول مشبوكين في بعضهم بطريقة معينة، وتقدر ترمي عليهم أسئلة زي كيف نعالج السرطان أو كيف نحل مشكلة البيئة اللي بتأثر على العالم. أسئلة زي كده ضخمة، والعقول هذه تشتغل كلها تحت يدكم. الفرق هنا إنه الكمبيوتر هذا لما ينتهوا منه راح يكون في يعني تاركينه في متناول الجميع، ما حيتركوه عندهم. يعني زمان كانت السوبر كمبيوترز هذه حكومية، لكن الآن اللي بيسووه جوجل إنهم يحطوه على الإنترنت ويخلوا عقول العالم تشتغل معاه وما فيها احتكار. تخيلوا الإمكانيات البشرية ومحصلة العقول لما تحط زي شيء لعبة زي كذا قدام العالم هذه اللي تبغى تأكلها أكل. خلينا نشوف كيف راح يوصلوا لهذا الشيء عبر التقنيات التالية. أول الأمور هذه هي السنسورز أو السنسور تكنولوجي أو أجهزة الاستشعار أو الحس، الإحساس. نقدر نقول إنها أجهزة صغيرة الحجم مرة مهمة في عملها. العمل حقها هو التقاط التغيرات وتسجيلها وإرسالها لأجهزة ثانية. يعني تقدر تقيس إيش مثلا؟ ضوء، حرارة، حركة، صوت، نبض. كمان مع التطورات الأخيرة في الأمور البصرية ثلاثية الأبعاد زي الأجهزة الذكية، جوالاتنا موجودة، الأجهزة اللي احنا قاعدين نستعملها، الشاشات اللمس هذه، الأمور الطبية المختلفة، السيارات ذاتية القيادة والسيارات العادية اللي عندنا كمان، والأبنية والمدن المستقبلية الذكية يسموها المدن الذكية. من أهم عناصر نجاح إنترنت الأشياء السنسورز وتطورها المستمر. تحتاج أنها تكون أصغر طبعا، أرخص، تشتغل لوحدها، تحتاج طاقة مرة بسيطة، وتصلح نفسها كمان. كيف؟ يعني كيف توصلوا للشيء هذا ويقدروا يستغلوه ويستعملوه العالم في إنتاج الأشياء القادمة اللي حنحتاجها؟ أول حاجة لازم تكون رخيصة عشان تتوزع بأعداد هائلة في الأراضي الزراعية مثلا، والسيارات لازم تكون صغيرة، إنك تقدر تخفيها حتى في داخل جسم الإنسان، لاسلكية يعني زي الواي فاي ترتبط عشان الاتصال يصير أسهل. طاقتها بسيطة عشان تعيش سنوات بدون تغيير بطاريات، زي مثلا لما يحطوها في جهاز منظم القلب
في الإنسان، تقدر تعالج نفسها وتصلح نفسها بنفسها لو خربت وتعطلت. هذه أمور ضرورية تكون داخل السنسورز. الأنواع وتطبيقاتها مرة كثير، والفرص في هذا المجال ملياري. أنا ما ببالغ على فكرة، فعلا ملياري، $1 billion industry. توقعت دراسة عملتها أبحاث في BBC إنه حجم سوق الحساسات هذه راح يوصل في عام 2021، يعني بعد سنة، $240 مليار، اللي هي كانت أصلا في 2016 تقريبا 105 أو 123 مليار، الضعف تقريبا. حساسات البصمة اليدوية هي اللي متربع على السوق إلى الآن بزيادة تقريبا سنوية 16%، ولكن يعتقدوا أنه سوق السيارات راح يستحوذ على نصيب الأسد. باختصار شديد، الحساسات يعني حساسة ومهمة مرة. خذوا الدراسة الفنلندية هذه اللي مهتم بقطاع الصحة وأبحاثها، اسمه كان أو ما زال السيد بوتري لاهتيلا، اللي لاحظ شيء الدكاترة ما كانوا معتبرينه شيء مهم، اللي هو أنه الناس اللي عندهم مثلا أمراض قلب أو سكر وغيرها كان عندهم مشاكل في النوم. ففكر هل الأمراض اللي مسببة قلة النوم، ولا العكس، النوم هو اللي مسبب الأمراض هذه قلته؟ يعني هل ممكن تخف هذه الأمراض لو أتحسن النوم؟ طيب إذا كان هذا فعلا اللي بندرسه، كيف راح ندرسه؟ عشان يلقى إجابة لسؤاله كان محتاج معلومات وسيل وفير من المعلومات. طريقة ممتازة لمراقبة النوم هي عبر نبض القلب في الإنسان، وكان في ساعات تشتغل على هذا الموال زي أبل واتش وشركة فيتبت اللي نستخدمها في الرياضة، وبرضو فيها برامج استخدمتها أنا قبل كده في قياس النوم وجودة النوم وإلى آخره. ولكنهم موجودين على معصم اليد، والقراءة للنبض تحتاج تكون أدق وأقوى، وأفضل مكان هو اللي اكتشفه الإصبع، يعني يحتاج خاتم. فأبتكر جهاز اسمه أورا، في بعضكم يعرفوه. الخاتم عليه 3 حساسات دقيقة، وأصبح أدق جهاز في السوق لقياس 10 أمور مختلفة من جسم الإنسان. عشان نعرف كيف صار أدق وأحسن جهاز في العالم الآن بالنسبة للي في السوق، يعني ساعات أبل تقيس ضخ الدم 2 في الثانية. فيتبت طبعا شركة ثانية تقيس 12 مرة في الثانية. أما جهاز أورا يقيس 250 مرة في الثانية. يا جماعة إيش التطور الهائل والفرق الكبير! طبعا قوة الحساسات والسرعات المتفوقة للتكنولوجيا تعطي الخاتم هذا دقة بنسبة 99% أفضل من أجهزة قياس القلب العادية. قبل 20 سنة هذه الدقة تكلف ملايين، وحجمها سعة بيت على فكرة. اليوم $300 وعلى أصبع الإنسان. استخدام السنسرز هذه استخدامات عديدة وعجيبة، ولما تبحثوا في الموضوع تستغربوا الإنسان فين رايح. يعني عشان نصغر الأشياء بنتحول من مايكروسكوب لنانوسكوب عشان نصغر الأمور. المزارع راح يعرف متى وفين يزيد الموية في مزرعته، لأنه ناثر هذه السنسورز في المزرعة، ويعرف فين تحتاج وفين جفت الأرض وفين تحتاج موية أكثر وإلى آخره. الحساسات داخل جسم الإنسان ترسل معلومات وتعالج كمان نفسها. السيارات ذاتية القيادة راح ترسل يوميا ما يعادل 1000 فيلم HD من المعلومات. الطيارات راح ترسل 40,000 فيلم HD. انتم متخيلين حجم المعلومات هذه؟ طب خذ المصانع 1,000,000 جيجا بايت أو 1000 تيرابايت من المعلومات يوميا. أنسى زيارات الطبيب السنوية وهو عنده ملفك ساعة بساعة طول السنة.
مع انها على فكرة يعني الكل لما تيجي تطالعوا في الموضوع وتقروا فيه الناس متضايقين من ناحية السرية، لكن الشركات راح تعرف العملاء متى تكون زعلانة ومتى ناوية تغير ومتى راح تشتري من خصم أو من منافس لك، فبالتالي تقدر تحل الموضوع قبل ما يحصل، لأنه الكل راح يكون عارف كل شيء عن عميله. والاسم المعمول به عالميا اليوم لهذه الحساسات لما ترتبط في بعضها هو The Internet of Things، ال IoT أو إنترنت الأشياء. هل تعلم أنه في 500 مليون تغريدة في اليوم، 294 مليار إيميل يوميا، 3.5 مليار بحث يومي على جوجل، 65 مليار رسالة ترسل عبر واتساب، و2 مليار دقيقة تسجيل صوتي؟ هل تعلم؟ إنترنت الأشياء أو الآي أو تي موضوع جالس يزيد في قوته، وأنتوا جالسين تستمعوا لهذا البودكاست وين ما كنتوا. زي ما أنتوا عارفين إنترنت الأشياء هو ربط الأجهزة عبر شبكة الإنترنت، رغم اكتشافها في أواخر التسعينات، ولكن المحاولات الأولى كانت كثير قبل كده. في الثمانينات مثلا كان في شلة مبرمجين في جامعة كارنيجي ميلون في يونيفرسيتي ربطوا ماكينة كوكا كولا بالإنترنت عشان يعرفوا إذا كان فيها كولا وكانت باردة. السيد كيفن أشتون عام 99 في مقابلة له مع P&G قال لهم لو كان عندنا كمبيوترات، هو من جامعة MIT طبعا، مشبوكة بالأشياء وتعرف كل شيء عنهم، يعني تجمع المعلومات، تقدر تحصي وتعد ونحد من إضاعة الوقت والخسائر والتكلفة، نعرف نحتاج نزيد أي صنف انتهى من الرفوف أو جهاز يحتاج صيانة أو اللي داخل الأجهزة طازة ولا انتهت صلاحيتها. اليوم أي جهاز جديد في السوق نقدر نربطه بالإنترنت، وغالبا يعني تحت مسمى الصيانة أو التحديث أو الإيميل يكون مربوط بالإنترنت. أجهزة الجوال، ثلاجات أفران، سيارات، طيارات، أجهزة طبية داخل الإنسان، مواد، بضائع وغيرها، كل شيء تقريبا يعني راح يكون مربوط في الإنترنت. عشان نعرف حجم السوق هذا لازم نعرف التوسع الهائل اللي جالس يحصل فيه. طبعا في 5 أنواع للآي أو تي معروفة وفي غيرها طبعا، لكن الأشهر فيها إنترنت الأشياء للمستهلك اللي هي لمبات البيت، الأجهزة الكهربائية، أجهزة الاتصال وغيرها طبعا. ثاني أمورها اللي هي الإنترنت الأشياء التجاري، المجال الطبي، المواصلات، الفي تو في اللي هو vehicle to vehicle، البيس ميكرز أجهزة القلب، هذه تجارية وطبية كمان في نفس الوقت. في الانترنت الأشياء للصناعة، أجهزة التحكم، الإحصاء والقياس، الزراعة الذكية والبيج داتا. رابعهم انترنت الأشياء للبنية التحتية، شبك وتوصيل المدن الذكية داخلها وبعضها ببعض عن طريق السنسورز، الاستشعار اللي تكلمت عنها طبعا. انترنت الأشياء الحربية، الروبوتس والاستخباراتية والملبوسات الذكية للجيوش والقطار. عام 2018 كان عندنا 7 مليار جهاز مربوط بالإنترنت. 2019 وصل الرقم هذا ل 26.7 مليار. كل ثانية في 127 جهاز بيتربط بالإنترنت. متوقعين أنه في عام 2020 يوصل ل 31 مليار جهاز، وعند 2025 يكون وصلوا ل 75 مليار جهاز. بالنسبة لحتة البزنس في 2018 حجم السوق كان 84 مليار دولار في أمريكا. في 2020 عالميا متوقعين أنه يوصل لكم؟ مليار فاصلة 30. عفوا دقيقة، شوف أنا مرة صاير على فكرة الأرقام عندي ضربت في الأسداس، في أخماس، في
سعر المليون، أقول تريليون والتريليون، المهم 1.3 تريليون في 2020 متوقعين يوصل حجم هذا السوق. الصناعي منها 124 مليار، الصحي منها 14 مليار. متوقعين الاي او تي أكثر شيء حتتبناه الجهات التجارية 93% في 2020، 80% في الصناعة، 90% من السيارات. 3.5 مليار جوال مربوط عالميا بالنت. يعني زي ما انتم شايفين أكثر من 80% من الجهات التجارية والصناعية والسيارات كلها راح تتبنى حكاية الاي او تي. بالنسبة للفرصة المليارية زي ما يقولوا لهذا السوق، الأمن والسكيورتي العالمي للجهات المربوطة بالاي او تي، وهذا موضوع طبعا يطول شرحه، لكن متأكد راح تعملوا بحوثكم الخاصة وتشوفوا حجم الفرصة. الموضوع مرة مهم وكان لازم أجيب سيرته، حتى أنا عارف أنه أنا تكلمت فيه قبل كده ومع ضيوف كرام كانوا موجودين مختصين في هذا المجال، ولكن لازم نعيده لأنه جزء من المحصلة الكبيرة للبودكاست هذا. شركة سيسكو توقعت أنه بنهاية 2019 إنترنت الأشياء راح تولد معلومات حجمها 500 زيتا بايتس، بالزي ZETA بايتس، يعني مليار تيرابايت. عشان نعرف الحجم الخيالي هذا، الزيتا بايت هذه الواحد يشيل 250 مليار دي في دي، 250 مليار دي في دي، يعني 36 مليون سنة من التصوير الاتش دي. خلاص كفاية. المهم انه مرة كثير الزيتا بايت هذا، ما خلصنا من التيرابايت جون الزيتا بايت. الآن راح أتكلم على النتوركس أو الشبكات. بعد اتصال غريهام بيل عام 1876 لأول، يعني سوى أول اتصال هاتفي في العالم، تغير العالم. كيف؟ حصل اضطراب بس بطيء. يعني زمان كانوا يستعملوا التلكس وفي شغلة ثانية قبل ناسيها. المهم حصل اضطراب بس بطيء نوعا ما. عام 1920 10% من الشعب الأمريكي كان عنده خط تليفون أرضي. قيمة المكالمة لمدة 3 دقائق $20، يعني في فلوس اليوم $400 أو 1600 ريال في الدقيقة، في 3 دقائق. في الستينات الدقيقة أصبحت $10 مكالمة من أمريكا للهند. اليوم ما أحتاج أقول إنها تقريبا بلاش. العالم اليوم مشبك تشبيك ما يعلمه إلا ربنا. شبكات هواتف، فايبر أوبتكس، واي فاي، أقمار صناعية، والإنترنت طبعا يعني تحت هذا كله. تقريبا 3.8 مليار شخص عنده إنترنت بسبب التكلفة طبعا والتسليك وغيرها من أمور اقتصادية. طيب والباقي من 7 مليار، احنا قربنا 8 مليار، والباقي من 7 مليار اللي هم عددهم 4.2 مليار ما لهم نصيب في الانترنت؟ اكيد طبعا. كيف؟ راح نعرف الان. 5G وساتلايتس وبالونز، يعني الجي اللي نشوفها في الشبكات 2G 3G 4G 5G، يعني جيل generation. تكلمنا في البداية متى بدأت الأجيال 1G و 2G و 3G و 4G و 5G، كلها تكلمنا متى بدأت. خلينا نشوف سرعتها واختلافها عن باقي الأجيال، وهل تستاهل الصجة اللي حولها. طبعا عشان نكون واقعين، السرعات الحقيقية للإنترنت من مكان لمكان تختلف وحسب المشغل الأرقام، ولكن هذه الأرقام تقريبا صحيحة نوعا ما، وهي للتوضيح ومو عشان تتحدوني إنه صح ولا غلط. تحميل فيلم 3G يأخذ 1 ساعة و8 دقائق، على 4G يأخذ 40 دقيقة، على 5G 35 ثانية.
اللعبة اللي جاية راح تجي من شركة جوجل، اللي راح تطير على بعد 20 كيلو في السماء بالونات. 1000، لا كم حجمها، 15 في 12 متر، توزع شبكة 4G LTE للناس على الأرض. كل بالون راح يغطي مساحة 5000 متر، 5000 كيلو متر مربع، يعني انترنت لأي أحد في أي مكان على الكرة الأرضية. بس طبعا المليارديرية كثروا في العالم، والمنافسة زادت من عدة جهات، ودعم بالمليارات، من ضمنهم شركة ون ويب تبغى ترسل 2000 قمر صناعي عشان الكل يكون عندهم 5G أحسن من 4G. من الداعمين لهذه الشركة سوفت بانك اللي تكلمت عنه في وي وورك البودكاست اللي قبل الأخير، وكوالكوم وفيرجن. ولسه في منافسة أشرس وأقوى من أمازون. هدفهم، وقيدهم على فكرة بدأوا مشروع اسمه كويبر، عبارة عن 3236 قمر صناعي يوزعوا برودباند سريع. واللي جاي يطل ويغلب الكل إيلون ماسك حق تسلا، شركات تسلا، بمشروع ومتقدم عنهم على فكرة ب4 سنوات. أرسل 12,000 قمر صناعي على أبعاد مختلفة ما بين 1150 كيلومتر و340 كيلومتر في السماء. وهذا يبغى يعطينا سرعات بالجيجا مو الميجا. طبعا في غيرهم كمان، بس كفاية كده في موضوع الشبكات. خلينا نشوف مع بعض عالم ال AI AR و VR Artificial Intelligence Augmented Reality وال Virtual Reality. أفضل طريقة نفهم فيها الذكاء الاصطناعي أو الصناعي زي ما أنا أقول هو إننا نقارنه بالإنسان اللي هو أذكى المخلوقات. الهدف من الذكاء الاصطناعي اللي هو متفرع من كمبيوتر ساينس أو علوم الكمبيوتر هو ابتكار أنظمة تقدر تشتغل بذكاء وبمفردها. خلينا نقارن أمور الإنسان يعني يقدر يعملها وما يقابلها في عالم الكمبيوتر. الإنسان عنده الاستماع والحديث عبر اللغة. الكمبيوتر السبيتش ريكوجنيشن أو التعرف على الحديث ويعمل عن طريق الإحصاء. 2، يستطيع الإنسان أنه يقرأ ويكتب بلغة معينة، هناك البرمجة اللغوية. 3، يستطيع الإنسان أنه يشوف بعيونه ويحلل اللي يشوفه، هذه الكمبيوتر فيجن، أنظمة رؤية الكمبيوترات. 4 الأمور، يستطيع الإنسان أنه يتعرف على منظر حوله من خلال عيونه وذلك يولد عنده صورة ذهنية، هذا اللي هو الإيميج بروسيسنج أو تحليل الصور. 5 الأمور، يفهم بيئته ويستطيع أنه يتحرك بسهولة خلالها، هذه روبوتكس. 6 الأمور، يستطيع أنه يرى ترابط بين الأشياء، يشوف في ترابط بين هذا الشيء وهذا الشيء، هذا مجال التعرف على الأنماط، وهي طبعا أفضل من الإنسان لأنها تقدر تأخذ كمية معلومات ضخمة وتحللها وتطلع فيها شيء. فالماشين ليرنينج أو تعلم الأجهزة والمكائن إننا إحنا بواسطة تغذية المعلومات لها وهي اللي تحللها وتستخرج أنماط وأوجه مقارنة إحنا ما إحنا شايفينها أو ما نقدر من كثرة المعلومات. يعني مثلا إحنا نشوف 3 ترابطات أمامنا شايفينها، الكمبيوتر ممكن يشوف 100 ترابط حتى لو كان دقيق. وإحنا بعد كده ناخذ المعلومات هذه ونستفيد منها، غير السرعة المهولة اللي يعمل فيها هذه المقارنة. الإنسان عقله عبارة عن شبكة نيورونز خيالية، وبرضو عند جماعة الكمبيوتر نفس الطريقة عشان تتناقل المعلومات. وكلما زادت وتعددت أو تعقدت المعلومات ونقلها وتحليلها نستخدم حاجة اسمها الديب ليرنينج. في طرق كثير لهذا النوع طبعا اللي هو التعلم العميق. يقدر الإنسان إنه يتذكر الماضي، وأيضا هذا يقع تحت التعلم العميق الديب ليرنينج. فإذا
هناك طريقتين. معليش الموضوع بدأ كده يصير ديب، يصير عميق شوية. في طريقتين الذكاء الاصطناعي يشتغل فيها، واحد منهم رمزي والثاني بيانات. الرمزي عن طريق سحب الصور وأنظمة الرؤية في الكمبيوتر، الثاني اللي هو عن طريق سحب البيانات عن طريق التغذية اللي احنا بنعطي له هي. يعني بحاول أبسط، ترى علم الكمبيوتر علم عظيم وكبير والله صعب اللي قاعد يسوي هذا. وهنا لما مثلا نغذي الكمبيوتر بمعلومات عن مبيعاتنا خلال السنة وأرباحنا والأمور التسويقية والصرف اللي صرفناه، يقدر الذكاء الاصطناعي يطلع لنا وبسرعة أمور كثير. زي إيش؟ أفضل المواسم، أفضل الأسعار، أكثر الأرباح، أفضل العملاء، أفضل الأماكن، عوامل ومعلومات كثير أحيانا ما نشوفها، ويربط هذا بهذا. يعني كمان يطلع لنا، يعني مثلا يقول لك أكثر أرباح في الموسم هذا والسبب كان كذا، والأسعار كانت عالية. في موسم ثاني تلاقي انه والله الاسعار بعت كثير لانه كان اسعارك واطية، لكن ايش هي العوامل؟ فهذا هو الديب ليرنينج. مو بس كذا، تقدر تعمل توقعات predictions بناء على الامور اللي تعلمتها من بلع المعلومات هذه والتغذية وبرمجتنا، البرمجة اللي احنا بنعملها لها. السر في الموضوع هو تعلم الأجهزة للأنماط المختلفة اللي بالآلاف، تقدر تعطينا توقعات وتحليلات للمستقبل الإنسان يعجز عن القيام فيها أو استيعابها. ونقدر نستخدم الذكاء الاصطناعي إما في التصنيف أو التنبؤ، يعني أنت حر تستخدمه زي ما تبغى. يعني على سبيل المثال نقدر نصنف العملاء أو نعرف مين من العملاء راح يتركنا ويروح للمنافسة. ولما نعلم الكمبيوتر شيء ونعطيه الجواب، هذا النوع اسمه supervised learning، تعليم مراقب تحت المراقبة. يعني نعطي الجهاز صورة لإنسان ونقول له مين هذا الإنسان؟ هذا أحمد. وعكسه اللي بدون مراقبة والجهاز يعطي أجوبة من عنده وكلها algorithm أو algorithms، خوارزميات، رياضيات وكذا، كفاية في الرياضيات. هي طبعا حلول حسابية مختلفة لسيناريوهات مختلفة. هذا الذكاء الاصطناعي كان سر وخاص بالحكومات على فكرة، واليوم للكل. وطبعا اليوم لما نجيب سيرة ذكاء اصطناعي نتخيل روبوتس زي صوفيا اللي عندها الجنسية السعودية، اللي هي أول روبوت في العالم يأخذ جنسية. وتقدروا تعملوا بحث على صوفيا وفي يوتيوب وتشوفوا فكرة. في المجالات اللي عليها استخدام كبير للذكاء الاصطناعي وراح تزيد مرة، غرف العمليات، فيسبوك للتنبؤ عن مثلا مين حينتحر، هذا سمعناه كثير، الجيوش، الاقتصاد، المالية، التأمين، الإرهاب، التنبؤ في أسواق التجزئة، الترفيه، الصحة، القانون، المنازل، السيارات، الهواتف، والقائمة تزيد، وطبعا التلفزيون والسياسة كمان. والآن خلينا نشوف الأوغمنتد رياليتي أو الواقع المعزز. المدير التنفيذي لشركة أبل تيم كوك يقول الواقع المعزز راح ياخذ وقت، في تحديات كثير كبيرة تقنية قدامنا، لكنه راح يحصل وبطريقة كبيرة ومؤثرة. وعندما يحدث سوف نسأل كيف كنا نعيش بدونه، بالضبط زي هاتفنا الذكي اليوم. أكثر كلمتين أو عبارتين راح نسمعها في الوقت القريب هي ال VR وال AR، ال Virtual Reality أو الواقع الافتراضي، وال AR ال Augmented Reality. إيش الفرق بينهم؟ خلينا نبدأ بال VR الواقع المعزز. هو بكل بساطة نقل الواقع اللي انت عايش فيه أو محيطك إلى عالم الكمبيوتر، وبواسطة جهاز تلبسه على عيونك ينقلك لهذا العالم الافتراضي ويضحك على عقلك أو يخدع عقلك، وتصدق إنك انتقلت للمكان اللي أنت شايفه. بمعنى آخر، من وجهة نظر عقلك أنت أصبحت في مكان آخر. أساس الفكرة يعود
أو يرجع لعام 1962 ميلادي، لما صانع الأفلام واحد اسمه مورتن هيليغ ابتكر جهاز زي أجهزة الأركيد القديمة اللي كنا نلعب فيها باك مان، بس كان محاط من كل الجوانب، يعني تدخل راسك في الجهاز ويعزلك عن العالم، بالإضافة إنه في بعد ثلاثي، الكرسي هزاز، صوت ستيريو، خاصية دفع هواء، جهاز بث الروائح. أما على الصعيد العلمي يعود اختراع أول جهاز واقع افتراضي ملبوس للأستاذ آيفن ساذرلاند من جامعة MIT عام 68 ميلادي. كل الشركات العملاقة عام 85 حاولت تجيب التكنولوجيا للأسواق، ولكنها فشلت لأنه ما كان في تقنية موجودة، ما كانت موجودة التقنية المطلوبة والسعر المعقول اللي زي ما تكلمت فيه سابقا. لكن اليوم انتشرت الفكرة وفي متناول الكثير، وتستخدم من قبل المدرسين والطلاب والأطباء والمعماريين والعلماء واللعيبة كمان، الجيمرز لا تنسوهم. أما بالنسبة للأوغمنتد رياليتي الواقع المعزز، شيء مختلف عن الVR، لأنها لا تستبدل عالمك اللي انت فيه إلى عالم افتراضي عبر الأجهزة اللي تلبسها، ولكنها تعزز أو تحسن أو تغير عالمك الحالي من خلال الإضافة التقنية، صور وأمور افتراضية يتم يعني إضافتها لعالمك. يعني مثلا أنتوا شايفين آيكيا الحين منزلين عندهم Augmented Reality، أظن تقدر تشوف القطعة حقة الفرش في بيتك، يعني تختار القطعة وتشوفها في منزلك. يعني لو تتذكروا لعبة بوكيمون جو أو تستخدموا فلاتر سناب شات لما تعملوا فيديو أو تاخذوا صورة، تعتبروا جربتوا وتعرفوا معنى الواقع المعزز عن قرب. ال AR طبعا يعتبر بدائي بالنسبة للأشياء اللي حاصلة الآن، والأخبار الحديثة اللي تجي على التلفزيون ويدمجوا الإنسان مع واقع معزز، مثلا ينقلوه اللي بيقدم الأخبار لموقع الحدث وتحس كأنه موجود معاهم، زي كنا بنتفرج على الأخبار هذه الأيام على الكورونا، فالمذيعة انتقلت للموقع في يوهان في الصين وبدأت تجيب الشوارع وتتمشى فيها كأنها موجودة هناك. كلمة augment مصدرها لاتيني ومعناها تزيد أو تضيف. الفرق بين الاثنين إنه الVR الفيرتشوال رياليتي ياخذك لعالم ثاني تماما، والAR Augmented Reality يضيف على عالمك الحاضر. وعلى عكس فشل التقنيين في السابق، آن الأوان لها أنها تنجح وبشكل كبير بسبب التقدم التقني والexponential technological growth اللي راح يغير حياتنا، زي ما راح نشوف في البودكاست الثالث والرابع من هذه السلسلة من البودكاست. أطول وأغلى خط إمداد سبلاي تشين هو اللي عاملينه ما بين الأرض ومحطة الفضاء ميشن كنترول. السبب في ارتفاع التكلفة هو الوزن، لأنك تحتاج $10,000 عشان تنقل رطل من الوزن لخارج المجال الجوي. الشيء هذا راح يتغير قريب لما رواد الفضاء راح يكون عندهم طوابع ثلاثية 3D printing، طوابع ثلاثية الأبعاد في المحطة والمواد اللازمة لصناعة أي قطعة يحتاجوها. اليوم نقدر نطبع بأغلبية المواد الموجودة اللي في الجدول الدوري حق الكيمياء، بتكلم عن معادن بجميع أشكالها وأنواعها، مطاط، بلاستيك، قزاز، خرسانة، ومواد عضوية كمان زي الخلايا والجلود والشوكولاتة. في الفترة الأخيرة تمت طباعة أمور مرة كثيرة، سيارات، مكاين طيارات نفاثة، مجمعات سكنية، أعضاء بشرية. وهذا يعني أمرين مهمة: اقتصاد في المواد واقتصاد في التخزين، توفير يعني سرعة في التوفير، وأمر أخير وقت ما تحتاج الشيء. وهذا المنتج أو التقنية راح تهدد مجال الصناعة بأكمله اللي يقدر ب$12 تريليون سنويا.
مثال على قوة هذه التقنية عشان ننقل للموضوع اللي بعده. في عام 2014 شركة وين سن 3D الصينية طبعت 10 منازل. أبغاكم معليش استوعبوا الموضوع ده، يمكن تعرفوه، اللي ما يعرفوا على مهلكم. طبعت 10 منازل عائلية خلال 24 ساعة، وكل بيت قيمته من 4000 ل 5000 دولار. حكوني يا جماعة الخير عن الجنون اللي احنا عايشين فيه. طبعا وانا بتكلم عن ال 3D printer قبل شوية جبت سيرة المواد اللي نستخدمها في داخل ال 3D printer. انتوا تعرفوا زمان يعني كانت الكاميرات، او حتى خلينا بلاش زمان، خلينا نتكلم الان، الطوابع حقة الورق اللي عندنا في البيت احنا بنستخدمها، سعرها ما هو هذا، هي اغلى من كذا بكثير، ولكن الربح في الأحبار اللي بيبيعوها، الحبر أو المواد اللي بنستخدمها في الطباعة. نفس الشيء فكروا بالنسبة للطباعة ثلاثية الأبعاد 3D printing، لما بتطبع أجزاء من سيارة أو من طيارة أو من بيت أو أعضاء بشرية أو عظام، كل هذه مواد، والمواد هذه علم لوحده يسموه Material Science أو علم المواد. وما أقدر أتكلم عن علم المواد لتوضيح أهميته بدون ما أجيب سيرة أب روحي في هذا المجال، توماس إديسون، مخترع اللمبة بالبلدي كذا. عام 1870 كان عند توم مشكلة، وهي إيجاد المادة المناسبة اللي تستخدم أقل طاقة وما تهدرها، وتكون الحرارة الناتجة معقولة، ومع هذا كله تستحمل التيار الكهربائي وصدمته. استغرق الوقت حتى يلقى المادة 14 شهر، 1600 مادة جربها مختلفة قبل ما يختار المادة اللي تخلي الإضاءة تستمر 14 ساعة ونص. وبعد كم سنة لقي مادة ثانية رفعت المدة ل 1200 ساعة. بعد 30 سنة تقريبا السوق كبر والمنافسين زادوا والتجارب والمواد اختلفت، وتم ابتكار إضاءة أقوى، أظنها التنغستن، أقوى وتستمر أكثر بكثير. الشيء اللي خلى تجارب إديسون على 1600 مادة مختلفة تعتبر ولا شيء. اليوم وبفضل التقدم التقني والتقاء التقنيات المتسارع نقدر نختبر كل المواد خلال ساعات بدل شهور وسنين. مقبلين على ثورة في علم المواد. علم المواد يستخدم الفيزياء والكيمياء، ويقضوا مقاضيهم من الجدول حق الكيمياء الدوري اللي كنا نطفش منه لازم نحفظه، وطرق الطبخ مشتقة من قوانين الفيزياء. كلموني عن طبخات من نوع على سبيل المثال بواسطة الذكاء الاصطناعي وبالمواد اللي نعرفها ونعرف خواصها راح نقدر نتعرف ونبتكر مواد جديدة. تبغى بديل لركبة إنسان وتطبعها بطابعة ثلاثية، الذكاء الاصطناعي راح يدور لك على المواد الأنسب اللي تناسب الجسم وتستحمل وتؤدي نفس الغرض. تبغوا نتكلم عن تكلفة مواد اليوم ومقارنة بقبل 40 سنة؟ نتكلم. جهاز الجوال اللي في يدكم الذكي، المواد اللي فيه كانت راح تكلف 110 مليون دولار، وحجمها 14 متر، وتحتاج 200 كيلو واط من الطاقة. وهذا كلام السيد أومكرم نالوما ساو، CTO حق شركة Applied Materials. وهذه هي قوة وفائدة علم المواد على أرض الواقع وأهميتها. وطبعا هذا جزء بسيط من قوة علم المواد. لازم كل واحد فيكم يعمل بحثه الخاص في الموضوع ويشوف أبعاده الجبارة. ستيف جوبز يقول: أتوقع أهم الابتكارات والتطور في القرن 21 راح تكون لما يتقاطع علم الأحياء مع التقنية. هذه بداية عصر جديد. فكرة التقنية الحيوية هي زي ما اسمها يدل، استخدام الأمور البيولوجية أو الحيوية كتكنولوجيا.
هي إمكانية استخدام البروتينات والجينات والخلايا لتحسين صحة الإنسان قبل فوات الأوان. جسم الإنسان فيه تقريبا 30 إلى 40 تريليون خلية، وكل خلية سبحان الله فيها 3.2 مليار حرف من والدتك أو والدتك، و3.2 مليار حرف من والدك. هذا هو حمضك النووي، ال DNA، الجينوم الخاص فيك، برمجتك الخاصة اللي تحدد لون شعرك، لون عيونك، طولك، وجزء كبير من شخصية الإنسان وصحته بصفة عامة، وغيرها طبعا من الأمور. وزي ما تكلمت في بداية الحلقة، كان شيء صعب، واليوم اختلف الوضع تماما بالنسبة للمدة والسعر والإمكانيات. طيب إيش يعني؟ بقوة الكونفرجنس راح نقدر نعمل أدوية مخصصة لكل فرد على حدة، مستوى حديث منقطع النظير في علم الوقاية الطبية. راح تعرفي الأكل اللي يناسبك، الفيتامينات، الرياضة، وراح تعرفي الميكروبات اللي داخلك، وأي نظام غذائي يناسبك 100%، مش يعني من الخيال، لا 100%. راح تعرف الأمراض اللي لا سمح الله راح تجي للإنسان في عمره قبل ظهور أي أعراض لها وكيف نتفاداها. برضو راح يحصل ثورة في علم البايوتكنولوجي بقوة الكونفرجنس والإكسبوننشال تكنولوجي، التقاء التكنولوجيا المتسارعة. وعشان وقت الحلقة ما يطول أو وقت البودكاست ما يطول عن كذا، نأجل 5 مواضيع كنت راح أتكلم فيها في التقنية للحلقة القادمة، من ضمنهم البلوك تشين. الحلقة القادمة أو البودكاست القادم إن شاء الله راح أتكلم فيه عن مستقبل التسوق، المولات، الإمدادات والسبلاي تشينز وغيرها. حتى ذلك الحين تقبلوا فائق تحياتي، أخوكم ممدوح الردادي.